اتمنى الناس تبقى فاكراني بالخير بعد ما امشي من وسطيهم، وهم بعد عمر يجمعوا طويل ان شاء الله. كل اللي بيحبوه عني، كل اللي بيحبوا يسمعوه عني، كل اللي بيحبوا يقروه عني. والله يا ولاد زمان على حد علمي كده ان الانسان المريض بيقعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يشفيه، او اقصى حاجة ممكن يعملها هو انه يشوف حبايبه المقربين ليه ويقول لهم ادعوا لي ادعوا لي، انا عندي مثلا مرض كذا، انا خايفة اقابل ربنا في اي وقت، ادعوا لي ربنا يشيل عني، ربنا يخفف عني. الكلام ده كله ده اللي انا اعرفه يعني. ولكن الجديد يا ولاد ان دلوقتي الناس بتتاجر بالمرض. والله بقت تجارة، لا ومش تجارة عادية، دي تجارة بالملايين، بيلموا عليها ملايين. واخدين لي بالكم انتوا؟ يعني اللي يطلع يقول لكم عندي امراض، عندي كروب، عندي معرفش ايه، ويلم ملايين، ده مصيبة سودة. عاملين ايه الاول يا ولاد؟ ايه الاخبار؟ ولا انكم وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت؟ النهارده الدنيا قايمه مش قاعده على الترندات اللي نازله معانا ديا. اولها جنازه هاني شاكر، الدنيا كلها مقلوبه، لان يا جماعه ده يعني امير الغناء العربي، يعني مش اي حد توفى، مش اي فنان، لا ده يعني فنان ليه وزنه وليه تاريخه. ويعني بصوا من ايام ايه، من ايام السبعينات، يعني ده يعني تاريخ كبير جدا طبعا، ولازم كان يحصل اللي احنا شايفينه ده في الجنازة بتاعته النهاردة. هو جه امبارح من فرنسا، طبعا كلنا تابعنا رحلة مرضه الأخيرة وتابعنا الأحداث اللي حصلت فيها. جه امبارح من فرنسا على مستشفى الشيخ زايد هنا في 6 أكتوبر، والنهاردة كانت الدفنة بتاعته. وطبعا بحضور كل نجوم الفن، اولهم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه، وناديه مصطفى، وايهاب توفيق، ومصطفى قمر، ولميس الحديدي، وناديه الجندي، والهام شاهين. بصوا مفيش فنان كبير او صغير الا لما حضر الجنازه. وطبعا قبل ده كله كان السيد الرئيس نزل له نعي على صفحته الرسميه، وفي تصريحات اتقالت ان هتكون الجنازة بتاعته يعني جنازة رسمية، وفعلا ده اللي حصل. واتلف النعش بتاعه بعلم مصر، لانه يعتبر رمز من رموز يا جماعة يعني الوطن، زي ام كلثوم، زي عبد الحليم حافظ. طبعا الناس دي لما بتتوفى ما بتبقاش زيها زي اي فنان عادي، لا ده بيبقى ليهم مراسم وطقوس خاصة تقديرا لمجهودهم الكبير ومشوارهم الفني اللي هم أسروا بيه الفن في الوطن العربي كله. من الالترس بتوعه حياتي، هو ما بسيبوش حفله، اعرفه من وانا 16 سنه وانا بعمل له حفلات. كل اغانيه ما فيش حاجه لاني عملها وحشه، وفعلا نسيانه صعب اكيد. فالنهارده الدنيا كلها قايمه مش قاعده، مشاهد من الجنازه في كل حته في السوشيال ميديا. مصطفى كامل كان عارف الخبر وقال ان هو اخفى الخبر بناء على رغبة أسرة الفنان هاني شاكر عشان خاطر يخلصوا الإجراءات الرسمية والكلام ده في هدوء، وبعدين أعلن الخبر على صفحته برضو. الفنانين كلهم راحوا، كلهم كانوا زعلانين عشانه، بالأخص صديق عمره خالد زكي طبعا اللي أخد الصدمة كده لما كان لما كان على الهوا قالوا له الخبر، كان في لقاء تلفزيوني على الهوا وقالوا له الخبر. طبعا ظهر على وشه ملامح طبعا تأثر وزعل كبير جدا. وكذلك لبلبة جت وكانت مش قادرة تقف على رجليها، وكانت داخلة المسجد كمان عشان خاطر الصلاة بتاعت الجنازة، رغم طبعا ان هي مسيحية، ولكن كانت لازم تحضر الصلاة بتاعت الجنازة بتاعت هاني شاكر لان هو كان صديق عمرها. وكذلك لميس الحديدي ما كانتش قادرة تقف. الفنانين كلهم بلا استثناء، وإيهاب توفيق وكله. استاذ ايهاب دي واحده هنا دقيقة بس كلمة واحدة. ولكن انا اللي استوقفني في المشهد كله هي فيفي عبده بصراحة. يعني ظهورها في اي حتة بيغطي على اي حاجة صراحة. ليه؟ لان الناس الصحفيين بيسألوها عن هاني شاكر وهو بالنسبة لك ايه وكده، كان ردها غريب جدا. قلت لهم سهير زكي، يعني سهير زكي عشرة عمري. انا اتخضيت واتصدمت لما عرفت ان هي ماتت.
ولسه برفع راسي قالوا لي هاني شاكر مات، فما لحقتش ارفع راسي من الخبر. يعني اقسم بالله اكتر واحده بتتكلم من قلبها وعلى طبيعتها وزي ما تيجي تيجي. استاذ هاني شاكر الله يرحمه. والله انا السوير زكي اولا دي عشرة عمري، ودي صدمه بالنسبه لي. وانا لسه بعرف الخبر برفع راسي قالوا لي هاني شاكر توفى. عشان كده الناس كلها فعلا بتحبها، مع اللي يتفق او اللي يختلف في موضوع الرقص ده حاجه تانية. بس انا بكلمكم عن مواقفها الانسانيه، هي انسانه فعلا بمعنى الكلمه. واي حاجه في الوسط الفني بتلاقوها اول واحده بتتصدر المشهد، ما بتتاخرش عن اي حد. لذلك ربنا يديها الصحه وطولة العمر. ده توقعي انا، بعد عمر طويل ليها متهيألي جنازتها دي الدنيا كلها هتحضرها. ليه؟ لان هي ما بتتاخرش في اي واجب عزل اي حد بصراحه. فطبعا كانت سهير زكي برضو توفت امبارح، وكان هاني شاكر، فكان حاله من الحزن كده يعني مغيمه على الوسط الفني، ما مش عارفه في ايه، واحد ورا التاني، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. وطبعا احنا عارفين ان كان ابنه الوحيد اللي هو شريف، وكانت بنته توفت قبل كده، كانت مريضة سرطان اسمها دينا، وسابت ولادها صغيرين. وهو عنده ابنه ده اللي كان بيرافقه في فرنسا، هو ومراته، مرات هاني شاكر. الاتنين كانوا معاه هناك في المستشفى، وهما اللي جم معاه وأدوا النهاردة مراسم الدفنة والكلام ده. وبكرة إن شاء الله العزا برضو في مسجد في 6 أكتوبر. ده كان موضوع هاني شاكر اللي قالب السوشيال ميديا النهارده، والجنازه المهيبه طبعا اللي احنا شفناها يعني، ومراسم الدفن والصلاه عليه. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. بجد بعتذر من قلبي، كان نفسي اكون معاكم، ان شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا جدا جدا، واسعد بيكم واشوفكم، لان انتوا اللي بتدوني معنى وطعم للحياه. ندخل بقى في الموضوع التاني، وبرضه كان متعلق بهاني شاكر. ليه؟ لان حصل هجوم رهيب جدا على محمد رمضان. محمد رمضان يمكن الفنان الوحيد اللي ما حضرش، اللي ما نزلش حتى بوست يعزي فيه وينعي فيه الفنان هاني شاكر، ما عملش اي حاجة. يا ريته اكتفى بكده، لا ده راح طرح الاغنية الجديدة بتاعته في عز، بصوا، ما الوسط الفني كله زعلان على هاني شاكر، هو في حتة لوحده، هو ملوش علاقة. هو لا نزل بوست تعزية، ولا راح الجنازة، ولا عمل اي حاجة، وزود الطينة بلة، راح منزل الالبوم بتاعه عادي جدا، مع ان اغلبية الفنانين وقفوا شغلهم ووقفوا اي حاجة تنزل عشان خاطر وفاة الفنان هاني شاكر. لكن محمد رمضان كالمعتاد ما بيسألش لحد. اهو ده بقى اللي انا توقعي بعد عمر طويل لي، ما اعتقدش ان حد هيحضر الجنازة. شوفوا عكس فيفي عبده تماما. ومع ذلك ظهر محمد رمضان بفيديو مستفز، كان بيضحك بطريقة استفزازية يعني، ولا همه حتى انتقاد الناس ليه كالمعتاد، ما بيهموش ولا ظهره. هو نمبر 1 يا جماعة، هيهمه رأي حد؟ هو ملوش علاقة بأي حد. المهم احنا طبعا كلنا زعلنا من موقفه ده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا تعالوا ما تزعلوش، هلطف عليكم بخبر حلو. اتحكم النهاردة عليه بتأييد الحكم بغرامة 300,000 جنيه في سب وقصف الإعلامي عمرو أديب. هتقولوا لي يا رباب، طب يعني هم 300,000 جنيه دول هيفرقوا معاه؟ يعني بسم الله ما شاء الله، ده عنده قصور وعنده اساطيل عربيات وعنده مش عارف ايه، ده بيغسل وشه بصابونه ذهب. يعني 300,000 جنيه هيعملوا ايه؟ هما مش هيعملوا حاجه ومش هيأثروا فيه ولا اي كلام من ده. بس هو يعني في ناس يعني غليلها اتشافى شويه من موقفه من هاني شاكر. يعني بصوا، اللي هو في حاجه نكدت عليه في اليوم وخلاص، مع ان ما اعتقدش برضو ان في حاجه هتنكد عليه. ده كان موضوع هاني شاكر ومحمد رمضان. ندخل بقى في اللي انا بكلمكم فيه في اول الحلقة، وهي التجارة بالمرض واستعطاف الناس ولم الفلوس. ظهرت لنا بلوجر من اسماعيلية اسمها دينا فؤاد. البلوجر دي للي مش عارفها او مش متابعها، ظهرت لنا بقصة غريبة جدا، عمالة تعيط وعمالة يعني متشحتفة على الاخر ان هي في السرطان وفي مراحل اخيرة، وبتطلب الدعاء من الناس وبتطلب الدعاء من اهلها
ومن كل محبينها. وبالفعل الناس كلها تعاطفت معاها، ما كانش في حد إلا لما بيدعي لها، لدرجة الفنانين نفسهم تعاطفوا معاها. والفنان تامر حسني اتبرع لها لوحده ب500,000 جنيه، ده غير باقي الفنانين، ده غير باقي الناس، ده غير بصوا لمة تبرعات لا حصر لها. موضوع صعب وتقيل عليا قوي، استحملت 3 سنين، محدش استحمل تعب كده. تعبت وغصب عني لازم اكون تعبت، انا انسان، انا مش جبل. ومرة لقيناها طالعة بتعيط وبتقول انها قررت توقف العلاج. ليه قررت توقف العلاج؟ عشان هي زهقت. هي قالت كده، انا قررت اوقف العلاج وللأسف السرطان هزمني وهياخدني من بنتي الوحيدة، وانا طالبة منكم تدعوا لي بعد وفاتي. انا خلاص انا استسلمت للمرض وتعبت من الكيماوي وتعبت من الادوية وخلاص، يعني ربنا يتولى بنتي. ده خلى في تعاطف كبير جدا من الناس، والناس كلها كانت بتعيط عشانها ويقولوا لها لا انت اقوى من السرطان، لازم تكملي علاجك، لازم تهزميه، بنتك محتاجالك. كان في تعاطف كبير جدا، حتى تامر حسني غنى لها اغنية ليها هي برضو عشان خاطر يعني روحها المعنوية. نتيجة العينة بتاعتي يوم الاثنين، يعني كلها بكرة. انا حياتي كلها هتبقى واقفة على نتيجة العينة دي. بعد ده كله يا جماعة لقينا البلوجر دينا فؤاد طالعة في شقة فخمة جدا وعفش فخم جدا، ويعني ديكورات فخمة جدا وانتيكات فخمة جدا وعربية اخر موديل وعيشة تانية خالص. هنا بقى ربنا رزقها باللي ينكد عليها بقية حياتها. ربنا رزقها بصحفية شافت الكلام ده كله وشافت القصة دي كلها، راحت تتبعت الموضوع بتاع مرضها وراحت المستشفيات اللي هي كانت بتصور منها، وراحت بصوا دعبست وراها كده زي ما بيقولوا، جابت بصوا كل حاجة عنها. اكتشفت ان هي ما كانتش مريضة سرطان، انها كانت بتروح المستشفيات دي عادي جدا بأمراض عادية جدا ومعهاش ورقة واحدة تثبت ان هي مريضة سرطان. وطلعت كمان مع الإعلامي عمرو أديب كشفت وفجرت المفاجأة دي قصاد الناس كلها. كلنا كنا منتظرين رد البلوجر دينا فؤاد. طلعت دينا فؤاد علينا قالت لنا سامحوني أنا كذابة، أنا مريضة بس مش مريضة بالسرطان، أنا مريضة بداء الكذب. انتوا متخيلين؟ بتقول أنا أعتبر مريضة نفسية، يعني اللي أنا عملته ما يتاخدش عليا فيه، وأنا كنت حابة يعني حب الناس ليا وحب أهلي وحب جوزي وحب واهتمام العيلة كلها اللي أنا مفتقداه طول عمري. حبيت قوي ان هم زعلانين عشاني، حتى اهلها كذبت عليهم، حتى جوزها كذبت عليه، كذبت على الناس كلها. قالت لهم ان هي عندها سرطان وفي المراحل الاخيرة. فقالت انا حبيت قوي ان اهلي حبوني بالمنظر ده ومهتمين بيا وحب الناس ودعواتهم ليا، سامحوني عالجوني، انا مريضة نفسية ومريضة بتاء الكذب. بتفكرني بناس كده الكذب عندهم هواية خصوصا في موضوع الأمراض والسرطان تحديدا. معرفش هما ليه بيختاروا السرطان، ربنا يعافينا يا رب ويعافي أي حد بيسمعنا. فبعد ما عملت الكلام ده كله طبعا الداخلية النهاردة الحمد لله تم القبض عليها بتهمتين. أولا تهمة النصب والاحتيال، ثانيا جمع تبرعات غير قانونية. يعني تهمتين بسم الله ما شاء الله هيودوها ورا الشمس مش هيرجعوها، خصوصا يا جماعة ان هي بقول لكم لمت تبرعات ضخمة جدا على حس موضوع مرضها وتكاليف علاجها اللي هي مش قادرة عليه. عايزاكم كلكم تدعوا لي ربنا يكبر بخاطري ويطبطب على قلبي واطلع منها بالسلامة. وانا والله 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 متشكرة لكل حد واقف معايا. انتوا متخيلين؟ يعني انتوا متخيلين احنا وصلنا لدرجة ايه؟ ان احنا نتاجر بالمرض ويا ريته هي عندها اساسا، لا ده ما عندهاش، ده كل ده كان نصب على الناس، لمت مبالغ رهيبة بالملايين. انتوا متخيلين؟ فطبعا كل ده اكيد هيتصادر والقضية بتاعتها مش هتخلص على خير، لان دي قضية كبيرة وفيها تهمتين الاتنين يعني اكبر من بعض، وخاصة النصب والاحتيال.
ده غير طبعا يعني كسب تعاطف الناس واللي عملته. يعني ده في ناس كانت بتمرض بسببها، زعلانين قوي عشانها. يا سبحانك يا رب. بتفكرني بناس كده. ما علينا يا جماعة. المهم احنا منتظرين بقى الحكم عليها، هنشوف القضية بتاعتها الحكم بتاعها هيبقى ايه، واكيد هيبقى حكم رادع، لان في دعوات كتيرة من صحفيين بيدعوا يعني ان هو يكون في عقاب شديد للموضوع ده، عشان محدش يقلدها بعد كده ويبقى الموضوع ترند والناس كلها تقلدها والناس كلها تلم تبرعات خيالية، وبعد كده لما تظهر فعلا حالة مرضية محدش هيتعاطف معاها ومحدش هيصدقها، لان احنا شفنا المثال الكاذب، فناس كتير هتتاخد في الرجلين يا عيني في الموضوع ده. ادينا منتظرين الحكم عليها هيكون ايه، وان شاء الله هطلع برضه اقول لكم الحكم بتاعها هيكون ايه. ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمة الله.